آه، حلقة النهاردة هي حلقة مميزة شوية، إن إحنا بنتكلم عن ماتش امبارح بتاع النادي الأهلي اللي أنا بعتبره يعني هزيمة، ما بيعتبروش فوز نهائي. لأن النادي الأهلي معودش لا حد من جمهور ولا أي حد في الوطن العربي أو الوطن العربي كله إن هو يتعادل، خصوصا قدام فرقة يعني هنقول ما صرفتش نفس الفلوس النادي الأهلي صرفها. الأهلي صرف فلوس كتير جدا في الدوري الموسم ده، وده خلى يعني اي حد يخش قدام الاهلي يبقى عامل له الف حساب. انت عندك كتيبه في النادي الاهلي، انت عندك زيزو، عندك امام، عندك بن شرقي، بس هو ما لعبش، بس عندك مكانه غير رمضان. تمام. عندك كواليتي مرعب، تريزيجيه، عندك ديانج، عندك لعيبه كويسه جدا يعني في الدوري. جديد شوار، محمد شريف. خلينا لسه نتكلم حاجه كده. يعني انا امبارح اتفرج على الماتش كده تخيلتها في دماغي. يعني احنا امبارح طول ما بنتفرج على الماتش جه في دماغي حاجه، قلت ناس الزمالك لما كان بيحاول يتعاقد مع في بدايه الموسم قبل جون ادوارد كان بيحاول مع كذا لاعب. محمد شكري لاعب سيراميكا هو دلوقتي في النادي الاهلي. احمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا هو دلوقتي لاعب في النادي الاهلي. اشرف بن شرقي هو لاعب حاليا في النادي الاهلي. زيزو وكان عندنا وكنا عايزين نجدد له وهو حاليا لاعب في النادي الاهلي. ف سيحة ده برضك حارس الاهلي كان الزمالك بيحاول يتعاقد معاه وبقى لاعب في النادي الاهلي. محمد علي بن رمضان كان الزمالك بيحاول يتعاقد معاه وبرضك بقى لاعب في النادي الاهلي. ده بيديك انطباع ان الفريق القوي اللي بينافس على البطولات اللي بيكسب البطولات دايما هو الاختيار الاول لاي لاعب. اي لاعب عايز يكسب بطولات فهو حاليا بيدور على الفرقه دي، الفرقه اللي تخليك تكسب البطوله وانت مرتاح. آه حاجه كمان، الاهلي اتعادل. تمام. وفقد حاجة مهمة جدا، فقط ان هو يبقى مركز تاني. مثلا دلوقتي انت بقى عندك بتروجيت مركز تاني، مركز اول، مصر تاني، الزمالك تالت، مصر فعلا يعني الزمالك بفرق اهداف. بس النهارده في ماتشين، عندك المصري هيلعب، عندك الزمالك هيلعب. الزمالك انا ان شاء الله عندي ثقة قدام ربنا، يعني الزمالك يكسب النهارده وما يكسب. اصل انا عارف الفرقة اللي انا بشجعها، انا عارف الفرقة اللي انا بشجعها عاملة ازاي. فرقة ما بتصدق تلاقي الاهلي وبيراميدز خسروا او تعادلوا او اتعثروا عشان هم كمان اتعثروا. اصل دي شيم الكبار، انا مش هسيبك تغرق لوحدك، لا انا هغرق معاك. بس دي شيم الناس اللي لعيبه الفرق الكبار كمان، يعني انت فاهم. انا هخسر بس هخسر معاك، هتعادل فانا هتعادل معاك. تمام. اصل دي فرقتي انا عارفها كويس. فدي حاجه التانية الا وهي التقييمات بتاعت لعيبه الاهلي نازله على المواقع. يعني محمد الشناوي اللهم انا شفت كوره واحده، كوره واحده طول ال90 دقيقه، يعني يعتبر كل الهجمات بره يعني، بس كوره واحده بس كان على الشناوي هي اللي كانت ممكن تبقى اتقال عليها هجمه. هي الكوره بتاعت جريندو اللي لعبها بالدماغ في تقريبا الشوط التاني، في نص الشوط التاني حاجه زي كده. تمام. نيجي للهجمه التانيه او حاجه تانيه. تقييم محمد الشناوي امبارح بالنسبه لي انا 6 من 10، عشان الكوره بس اللي شويه كانت صعبه، وكان الواحد واد لوحده كمان لعبها بالدماغ كده لوحده، بس كانت صعبه. محمد هاني او مش محمد هاني، خلينا في عمر كمال. خلينا نبدا بالنيله وبعد كده نشوف الانيل. مش محمد هاني، انا لساني خد على محمد هاني عشان مش انتقادات، مستواه مستوى وحش جدا. تمام. محمد هاني، مش محمد هاني، عمر كمال. تمام. 3 من 10. عندك باك شمال كان كريم فؤاد، 3 من 10. عندك احمد رمضان بيكم. هو بص، هو هي حاجه ولا لك، هو جمع بين دماغ وائل جمعه. هو جمع دماغ وائل جمعه بس. حد يقول لي تفكيره؟ لا. هو جمع شهر وائل جمعه بس. حد يقول وائل جمعه كان عنده شهر؟ اقول لك لا برضه. بس هو دلوقتي في الملعب اقرع، شكله في الملعب اقرع. لا ده بيكهام، يعني بيكهام الحقيقي لو شافه هيعلن ان هو ايه، هيمسح تاريخه في الكوره. الكلام ده كله ده حاجات بتبقى هتحصل. لو بيكهام لو شاف احمد رمضان بيكهام اللي طالع اسمه عليه، مش هينبسط. راجل مبسوط جدا كريتيف كده مش هينبسط. انا مش لاعب كوره. ده بالنسبه لي لو بقى حاجه في الكوره
ده اخره. يعني اقول لك ايه، عارف يروح يجيب ميه ويرجع تاني، هو ده. يعني يروح يجيب ميه للعيبه ويرجع تاني. تمام. عندك الواد فاتن اشرف داري بصراحه عمل ماتش كويس جدا، مش وحش خالص. 4/10. والتصديات اللي شالها دي ممكن نديله 5/10. عندك نص الملعب محمد علي بن رمضان، نديله 7/10. يقول لي 7/10، اقول لك هو الواد مزاجه حلو، الواد لعب حلو، ما نقفرش، الواد كويس، الواد كويس جدا كمان. ومش اللاعب اللي هو يخنقك، لا لا كويس. اليو ديانج، لما تصلي على النبي، انت تحط عليه 9 لعيبه كمان ماشي، وغير الحارس ابن علي. الواد ده دبابه، دبابه للمستقبل. عايش كويس، بر بوالديه، كورته حلوه، يحب مراته ما بيخونهاش، الله اعلم. صاحب اسلام سعد اللي هو مصمم البدل، يعني لاعب كويس، لاعب كويس وممتاز. يجي عندك اللاعب زيزو، بالونه من 10. بن شرقي، يعني حزب الله نعم الوكيل في اللي ما جابكش الزمالك، ما يعرفش يجيبك الزمالك ويرجعك، حزب الله نعم الوكيل فيه. 8/10. جريد يشار، حزب الله نعم الوكيل من 10. في لاعب تاني انا نسيت اسمه كمان، يعني في حد كان في نص الملعب انا نسيت اسمه، يعني بن رمضان ديانج. في حد كمان انا نسيت اسمه، مش فاكر مين هو، مش مجمعه. ما علينا. ربنا يسامحه. هو تمام في التشكيله دي، ربنا يسامحه. خلاص هو ما دام هو موجود خلاص في التشكيله دي، فهو ربنا يسامحه. نيجي نادي الزمالك النهارده، يا عم يعني كبريرة، النبي، النبي خلاص انا عرفت ان طلعت احمد حمدي بره التشكيله، والنبي يا شيخ حاول على قد ما تقدر انك ما تعملش ايه، ما تجيبش جون وترجع، ما بلاش حركه فري كولر. كولر كان نفس الحركه دي، يقوم هو مهاجم يجيب الجون يرجع يلاقي اترزع جون تاني، او ممكن يترزع الجون الهدف التاني، هدف التقدم يعني عليه. طب ليه احنا نخلص الماتش من بدري بدري كده زي ما عملنا في ماتش مودرن؟ جبنا هدفين في الاول، هدفين نعمل زيها، نجيب 3. نجيب 3 بركه ده في مرازق، احنا مش محتاجين اكتر من كده، محتاجين الستر. عرفنا نجيب الستر خلاص، احنا المشكله عندنا بقت محلوله، حلت خلاص. اتمنى اشوف شحاته وعبد الله وناصر في نص الملعب، شحاته عبد الله ناصر في نص الملعب، شحاته عبد الله ناصر في نص الملعب، ما اشوفش دونجا في نص الملعب، ما اشوفش دونجا في نص الملعب، ما اشوفش دونجا في نص الملعب. انا صليت الفجر ولقيت ان ما اشوفش دونجا النهارده في نص الملعب قدام فاركو. لكن تخيل ان انا ما بقتش حابب اشوف اللاعب ده في نص الملعب، ما بقتش طايق اشوفه، ما بقتش عايز اسمع صوته، ما بقتش طايق اشوف الكيرل بتاع شعره، او انا ما اعرفش ده ويفي ولا كيرل، اللي هو عامل حاجه معفنه. تمام. عبد الله كويس، ناصر كويس، شحاته اللهم صل على النبي عليه كويس، اللي ما يعرفش يحافظ عليه الاهلي هيخطفوا احسن فرقه في مصر، تخطفوا احسن فرقه بره مصر هتخطفوا. عندك لعيبه كويسه تاني ممكن تلعب فيها باك يمين، انت الواد بارن اوتشنج ده لو هو متقيد، انا مش عارف متقيد ولا لا بصراحه، بس الواد ده لو بيلعب لعبه النهارده، لعبه النهارده، الواد ده هيفرق معاك جدا، الواد ده كويس جدا، عنده كوره حلوه جدا مع الفريق اللي هو كان اسمه سوفا باكا، كان لاعب كويس هناك. وشفت الحاجه اللي عملها 14 اسيست و4 اجوان، ده اخر احصائيه نزلت له، يعني هو اللي كمان منزل عن نفسه. عندك باك يمين هيبقى عمر جابر، باك شمال هيبقى بنتايج، نص ملعب زي ما قلت لك عبد الله ناصر، شحاته. عندك في الدفاع هيبقى ونش حسام مجيد، الاثنين عاملين ثنائيه حلوه. الونش كمان رجع لمستوى تاني اللي احنا عارفينه، الونش بتاع 2020 2021 2022، يعني كده طبعا الونش بتاع 2024 ما كانش موجود، 25 احنا فيه اهو. عندنا في الهجوم اسمع بقى، اخوان الفينا، تشيكو بانزا، الدباغ، شلت الدباغ الجزيري، منسي ينزل بديل، منسي مش هيديه غير وهو بديل. ناصر منسي انا عارفه، ناصر منسي جمهور الزمالك كله عارفه، قال لك مش هيديه غير وهو بديل، لاعب كويس بس مش هيديه غير وهو بديل بقى على الدكه، هو على الدكه هيديك كوره. انا عارف فرقتي، متابعها بقالي فتره ومن زمان، الفرقه دي هتيجي النهارده هتخسر او تتعادل. هتقول لي فاركو ما عملش حاجه في الموسم، يعني هو اللي قال لي كان عامل حاجه في الموسم؟ ما عملش حاجه.
ممكن نخسر، ممكن احمد خطاب ينزل يروح مقفل لك الملعب كله ورا، يروح مبوظ لك الدنيا كلها انت بتخطط عليها بقى، مع خلاص بقى. ولا ما كسبش ولا اي ماتش السنه دي، ولا ماتش، ما عملش حاجه غير ان هو بيخسر وبيتعادل. بيفكرني بالايجالي فوتبول بتاعت علاء عبعال، هما الاتنين عليهم اجلي فوتبول. يا جدعان بتجيب اجل انا اقسم بالله رضا معايا قال لك لو جوارديولا، مورينيو، حد من الناس الكبار اللي بره دول جم مصر هيمشوا من تاني موسم، مش من تاني جوله. ليه؟ ما فيش حاجه حلوه في مصر، يعني مفيش حاجه تذكر حتى في مصر ان هي كويسه ينفع يتقال عليها انها كوره. يعني كل حاجه في مصر بقت وحشه جدا. الراجل ده الحواوشي بقى وحش اكتر من كده. ان شاء الله نشوف ان بعد الماتش النهارده الزمالك بيفوز، ويعني عمر جابر ما شافوش بيعمل انطلاقه، والنبي يا عم عمر لو عملت انطلاقه خلي بالك في واحد بيجري قدام مستني لك تعمل له ثرو، اعمل له ثرو، مش هيعمل لك حاجه، هو مش هياخد منك فلوس، اصل انت مش منوفي، مش هاخد منك فلوس يعني. نشوف فيديو جديد، سلام عليكم.